السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نحن نريد أن نتحدث عن تجربتنا في الجامعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي نور الشفاء بنت ماء فارد وأنا طالبة في جامعية. اليوم أريد أن أتحدث عن شعوري لأنني بعيدة عن عائلتي. عندما دخلت الجامعية شعرت بالحزن لأنني تركت عائلتي وبيتي. أنا أسكن بعيدا عن أمي وأبي وأشتاق إليهما كثيرا. في بعض الأحياء أشعر بالوحدة خاصة عندما أكون مريضة أو متعبة. كل يوم أتصل بعائلتي لأسمع أصواتهم وأطمئن عليهم. عندما أسمع صوت أمي أشعر بالراحة وسعادة. لكنني أعلم أن دراسة مهمة من أجل مستقبلي وإسعاد عائلتي. لذلك أحاول أن أكون قوية وأن أنجح في دراستي. شكرا لكم على حسن الاستماع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Rusdina Aqila وأنا طالبة في جامعة ماليزيا كلينتون. أشعر بالفخر والسعادة لأنني أدرس في هذه الجامعة. في أول الأيام الدراسة كنت أشعر بالتوتر لأن البيئة كانت جديدة علي. لكنني استطعت أن أتأقلم بسرعة بفضل الأصدقاء والمحاضرين الطيبين. أحب دراستي في جامعة ماليزيا كلينتون لأنها توفر بيئة تعليمية مريحة وممتعة. كما أنني أكتسب معرفة وخبرات جديدة في كل يوم. أحب أيضا دراستي في الجامعة لأنني أحصل على تجارب قيمة مع صديقتي الطيبة وهن سادة وإيتي وشفاء. كما أحب ممارسة كرة اليد وأحب المحاضرين لأنهم طيبون وودودون جدا. أشعر بالحزن أحيانا لأني أشتاق إلى عائلتي عندما أكون بعيدة عنهم. ومن خلال حياتي الجامعية تعلمت أهمية الصبر وتحمل المسؤولية. أتمنى أن أحقق النجاح وأصل إلى أحلامي في المستقبل. شكرا لكم على حسن الاستماع. شكرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اسمي سيتي عائشة بنت زينب عابدين وأنا طالبة في جامعة ماليزيا كلينتون. أشعر بالفخر لأني أواصل دراستي في الجامعة. الحياة الجامعية جعلتني أكثر نضجا واعتمادا على النفس. في البداية واجهت بعض الصعوبات في التكيف مع البيئة الجديدة.
لكنني تعلمت كيف أن النظم وقتي بين الدراسة والأنشطة. أحب الدراسة في الجامعة لأنها تساعدني على تطوير مهاراتي، كما أنني سعيدة بالتعرف على صديقتي من ولايات مختلفة. أحيانا أشعر بالضغط بسبب الواجبات واختبارات. أتمنى أن أتخرج بنجاح وأحقق طموحاتي في المستقبل. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي نور الشهداء بنت محمد زمري، وأنا طالبة في كلية الآداب والفنون. اليوم أريد أن أتحدث عن تجربتي ومشاعري كطالبة في مجال الأدب. أنا أحب هذا المجال كثيرا لأن الأدب جميل وممتع، ولكن في بعض الأحيان أشعر بالضغط والتعب بسبب كثرة القراءة والواجبات. على الرغم من ذلك، أحاول دائما أن أنظم وقتي بين الدراسة والراحة. المحاضرون هنا طيبون جدا، هم يساعدوننا ويشجعوننا على النجاح. الحياة الجامعية علمتني معنى المسؤولية والاعتماد على النفس، وأصبحت أكثر ثقة بنفسي في التحدث أمام الناس والعمل الجماعي. أتمنى أن أنجح في دراستي وأن أكون كاتبة أو معلمة ناجحة في المستقبل. شكرا لكم على حسن الاستماع. شكرا. شكرا إلى جزيلا. اللقاء. إلى اللقاء، مع السلامة. مع السلامة.